بعد غياب استمر حوالي 3 أشهر، وقع غاريث بيل على عودة قوية حين ساهم في فوز المتصدر ريال مدريد على إسبانيول بهدفين دون رد لحساب الجولة 23 من الدوري الإسباني، جولة قاد فيها الفرنسي كيفن غاميرو فريقه أتلتيكو مدريد إلى فوز كبير على مستضيف سبورتينغ خيخون ب4-1. تصدره للليغا وفوزه المريح على نابولي في دوري الأبطال عاملان منح الريال أريحية وهو يدخل مباراة إسبانيول بتشكيلة غاب عنها بنزيما، نافاس ومودريتش، فيما جلس مارسيلو، كازيميرو وخامس رودريغيز في مقاعد البدلاء. الضيف الكتالوني الذي لم يحقق الفوز بسانتياغو برنابيو منذ 21 عاما اختار التكتل في الدفاع، خيار دفع الملكي لابتكار الحلول عله يجد المنفذ إلى مرمى الضيف، وهو ما تأتى في الدقيقة 33 بعد تمريرة من إسكو في اتجاه ألفارو موراتا الذي منح هدف التقدم للريال. مع بداية الشوط الثاني ظهر غاريث بيل وهو يستعد للعودة إلى الميادين بعد غياب استمر ل88 يوما، عودة سجلت في الدقيقة 71 حين استبدل موراتا بالنجم الويلزي وسط تصفيقات جمهور الميرينجي. غاريث بيل وقع على عودته بقوة، هدف في الدقيقة 83 أعلن به تعافيه التام من الإصابة وحسم به محافظة الريال على الصدارة. من العاصمة مدريد نتحول شمالا نحو منطقة أستورياس، هناك حيث لم يقوى أتلتيكو مدريد على تحقيق الفوز في آخر 4 زيارات لملعب المولينون. بعد مشهد أول سلبي نتيجة متوسط الأداء تغيرت حبكة سيناريو مباراة الروخي بلانكوس وخيخون، حيث بدت أكثر تماسكا بمجرد انطلاق الشوط الثاني بهدف مدريدي وقعه البلجيكي يانيك كاراسكو. بعد 3 دقائق أضاف سيرخيو ألفاريز عنصر التشويق والإثارة وهو يهز شباك الأتلتيكو مانحا التعادل لخيخون. وعلى غير العادة تأخر ظهور بطل الرواية إلى الدقيقة 62، إنه الفرنسي كيفن غاميرو الذي كشف أسرار الحكاية في 5 دقائق فقط بثلاثية استهلها في الدقيقة 80 بعد تمريرة من غريزمان. غاميرو عاد بعد دقيقة واحدة ليحرر زملائه من ضغط المولينون بهدف ثالث قبل أن يوقع الهاتريك الأول له مع الروخي بلانكوس، إنجاز تاريخي للمهاجم الفرنسي الذي تغلب على حزنه بفقدان جدته هذا الأسبوع ليمنح زملائه ومدربه الفوز الأول خارج القواعد منذ 7 يناير الماضي.